طب دكتور جميل، حضرتك شايف ان كل الاطباء اللي كاتبين اسماء اليوفط على العياده بتاعتهم وانهم متخصصين في الحقن المجهري، هل هما بيكونوا كده فعلا ولا بتكون مجرد دعايه؟ والله زي ما قلت لك دلوقتي، هو ده يعني ايه جزء تاني من السؤال اللي احنا جاوبناه بالفعل. يعني مش كل الناس بالتأكيد، قولا واحدا مش كل الناس عندها السكيلز دي وعندها المهارات دي. ازاي بقى وفين وامتى؟ يعني هو انا يعني احتسب او اعتقد ان معظم الناس اللي بيعلنوا ان هم بيجيدوا سكيلز معينة او مهارات معينة هم بالفعل بيجيدوها. لكن في للأسف نسبة، لو قلنا مثلا النسبة دي ممكن تكون 30%، أكتر شوية أقل شوية، ناس بتعلن عن حاجة هي لا توجدها. المجموعة ديت عندها بتعتمد بشكل أو بآخر على إنها عندها لباقة في توصيل المعلومة أو بتوصل للناس بشكل كويس. أدوات الماركتينج والسوشيال ميديا والكلام دوت بيجيدوا، لكن الخاسر في الموضوع دوت هو المريض، لأنه هو بيبقى بيعتمد على صورة متصدره له، ما يعرفش كويس قوي الصورة دي وراها إيه. فبالنسبة لإجابة سؤالك هل كل الناس؟ لا، مش كل الناس طبعا، لكن أعتقد إن نسبة كبيرة من الناس اللي بتعلن عن دوت هي بالفعل عندها المهارات ديت.